مشاهدينا، الحديث أكثر عن تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعدني أن أرحب بضيفي الإعلامي وائل فطوش. حياك الله وائل. بداية خل أبدأ معك بالمجموعة الثامنة وحظوظ المنتخب التونسي بكل تأكيد في المونديال. كيف ترى المواجهة أمام ليبيريا في ظل الفوز التونسي الوحيد بهدف في مواجهة الذهاب؟ نعم، تحياتي لكم زميلي عبد الله وكل مشاهدي الاس اس سي. بطبيعه الحال المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب ليبيريا في ملعب رادس مساء اليوم الخميس. لقاء في حقيقه الامر ليس بذلك الصعوبه، ولكن لقاء مهم جدا لانه الفوز في لقاء ليبيريا يعني بنسبه كبيره جدا قرب التاهل. هناك لاعبين يعني جدد في المنتخب، ابرزهم اسماعيل الغربي لاعب اوكسبورغ واللاعب السابق للبي اس جي، ايضا سيباستيان لاعب ايام فاليري مهم جدا. التعويل ايضا على المهاجمين في الشوات مهاجم النادي الافريقي. اعتقد ان المنتخب التونسي بقياده سامي طرابلسي قادر على تحقيق النقاط الثلاث وحتى الذهاب بمعنويات عاليه للقاء القادم في ملعبه امام غينيا الاستوائيه. جميل. أكبر المخاوف من هذه المواجهة؟ المخاوف هي ربما التأخر في التسجيل بالنسبة للمنتخب التونسي، لأنه المواجهة ستكون في رادس. ربما الضغط الجماهيري قد يكون عامل سلبي، ولكن كما قلت المنتخب محتاج أن يدخل بشكل جيد في المباراة، يسجل مبكرا حتى لا يكون مع ربما معامل الوقت ويصبح يجري على النتيجة يعني بهذا الشكل.